ما بيحسش لما انت بتتعب، ما بيحسش لما انت بتتأذي. رحلة طويلة من النقد واصطياد الأخطاء والتقليل، رحلة طويلة من عدم الرضا، أكنك بترمي في بير بالظبط، مخروم، بير ملوش آخر. أنا بتكلم عن تاني أخطر شخصية خلقها ربنا. أنا بتكلم على ال NPD أو اضطراب الشخصية النرجسية. أنا شغال من 5 مصادر رسميين موثقين، وحاطط أكونتات ناس متخصصة في المجال، يا ريت تشوفوها تحت الفيديو. احنا ليه بنقول بقى ان الشخص النرجسي ده خطر، وازاي تعرف اصلا ان انت نرجسي او لا؟ اول حاجة تبص عليها، هل انت عندك اعجاب زايد بنفسك؟ اعجاب مفرط في نفسك، ده رقم 1. رقم 2، هل انت اعلى من الناس والناس اقل منك؟ نمرة 3، هل انت بتتعاطف وبيبقى عندك مشاعر كده لما حد من قرايبك او اصحابك عنده مشكلة وبيمر بحاجة فبتتعاطف معاه وبتساعده؟ بتقول احسن؟ التعاطف مهم. بتحاسب نفسك، بتقول ساعات انا غلط انا صح، طب انا غلط هروح اعتذر وبتعتذر؟ لما بتحس انك غلط انت بتعتذر. هي دي الحاجات اللي بتعرف ان انت نرجسي ولا لا. تمام؟ ليه بقى النرجسي خطر؟ بيعمل ايه بقى النرجسي؟ انت اول حاجة بيدور على الشخص العاطفي اللي بيدي بكرم. ليه بقى؟ لانه بينقيه وانت بتجذبه. الشخص العاطفي ده بيجذب النرجسي ده. ليه؟ لانه هو بيتغذى على خدماته، بيخليه الخادم بتاعه. انت بتاعي ممتلك بتاعي، هتقعد تخدمني لحد ما اخلص عليك وانفذ طاقتك، ولما ازهق منك او اخلص كل اللي عندك هرميك واشوف غيرك. هو ما عندوش من جواه السعادة، من جوه فاضي. فهو لما بيحس ان انت ما بتدلوش الشحنة دي من السعادة والانتباه الزايد والاهتمام الزايد ده، هو هيتهمك ان انت مسبب له التعاسة. هي بتوصل للدرجة دي، والمصادر موجودة، بصوا عليها. انا طابع المصادر عندي هنا، مش عارف اقراها كلها، مش عارف اجيبها كلها، ان الفيديو هيبقى يوصل 3 ساعات، ولكن من ضمنها حاجات يعني في غاية الأهمية. يعني هو مثلا ايه؟ هو بيتكلم عن انه بيشوه السمعة. لما يخلص عليك ويخلصك بيروح يخلق قصص في دماغه، ويروح يتكلم عليك بأبشع الطرق الممكنة عشان الناس كلها تكرهك والناس كلها تفقد ثقتها وعلاقتها بيك، حتى لو شخص كويس او مش كويس. ولكن هو بيخلق قصص مش موجودة جوه دماغه عشان يكرهك انت الاول، وكمان ايه؟ يكره الناس فيك. دي واحدة من ابشع الحاجات اللي ممكن واحد يتعرض لها في الحياة عموما. اللي يكون هذا الشخص النرجسي عنده لابس قناع المثالية، والقناع ده لما ما بيقدرش انه يفضل محافظ عليه بيدمر العلاقة بنفسه، سواء صحوبية، سواء بارتنرشيب او شريك حياة، او لو الاهل طبعا هيبقى صعب جدا. ولكن هو لابس قناع المثالية، دي مشكلة كبيرة. لما بيقع القناع ده او بيتفضح لازم يهرب، لازم يهرب، لازم يجري. ده طبعا لازم يجري، مفيش واجهة، مفيش مسؤولية، مفيش تحمل للاخطاء اللي هو عملها. دي الناس كلها غلط، ان هو الصح، الناس كلها بتغلط فيه، هو ما بيغلطش. دي احد المساوئ اللي بيخلي الناس تعاني منه وتنفر منه لحد ما يوصل اخر حياته من التلاعب، والناس خلاص بتبقى زهقت منه وفضحته فبتبعد عنه، فيفضل لوحده لحد ما يبدا بقى ايه؟ ربنا يبعت له ايه؟ انه يفوق ويبدا ايه؟ يستوعب انه قد ايه لو راح، لو فعلا يعني عمل الموضوع ده. لان هو مثالي،
هو عمل كل حاجه صح والناس كلها غلطانه، فهو الا من رحم ربي. يعني لو قدر يستوعب ويصلح ويعتذر ويعرف من ده من جواه ويروح للناس. بس هو صعبه جدا، صعبه جدا ان شخص يكون عنده المواصفات دي، اعلاء وهمي بالذات، وعنده تقليل وتحقير للناس، وانه شايف ان الحب او شايف ان الاهتمام ضعف، انه كده سيطر عليك وخد منك وانت ما خدتش منه. فهو انت دميه، احد الدمى بتاعته، وهو قادر انه يتخلص منك في اي وقت بدون ويدوس عليك كمان بلا رحمه. هي دي ده بجد. بصوا على المصادر هتعرفوا ان الكلام اللي انا بقوله حضرته وحاولت اذاكر شويه قبل ما اقوله. يمكن حد يسمع الفيديو واساعده. في عنده ايه تاني؟ لما بتعمل انجاز او تنجح او حتى تخش المستشفى لا قدر الله او تعيا، انت كده خدت الاضواء منه. او كان مثلا عيد ميلادك، انت خدت الاضواء منه، هو ساعتها بيغضب ويبدا يتخانق معاك ويبدا ينتقم منك صمت عقابي واخره، عشان انت خدت الاضواء منه، وهو انت ما بقتش قادر تديله من عندك اللي هو محتاجه. ايا كان اللي هو محتاجه ايه، بيفضى. هو عايز طاقه متجدده طول الوقت، امداد. مفيش حد طبعا بيعمل الكلام ده في الحياه، يعني صعب جدا ان انت تفضل 24 ساعه في ال 24 ساعه على مدار السنين قاعد مسخر طاقتك لشخص واحد وهو عمال يستنفذها وهو مش واخد باله. طبعا ده كارثي. هو طبعا انت مش فاهم هو بيعمل ايه، هو اوريدي خلاص حطك في الشبكه العنكبوتيه بتاعته، انت ما تعرفش خلاص تفلص منه. هو فضل حطك تحت رحمته لاي سبب من الاسباب. ولو انت فكرت ان انت تتمرد، هيقول ازاي ده تتمرد عليا؟ ازاي عمل كده؟ ازاي طلع له رجل واسنانه عايز يتمرد او يكشفني يعني؟ طبعا التفكير طبعا صعب جدا، لان هو ما عندوش فكره التعاطف. ما هي دي مشكله اساسيه، ما عندوش التعاطف. ما بيقدرش يحس ان اللي قدامه اتاذى او اتهان. هو ما عندوش، ان هو شايف ان هو الناس كلها تصلح لخدمته هو، وان هو يستاهل كل حاجه من الحاجات دي. بياخد حقوقه بس ما بيديش حقوق للناس خالص. ممكن ياكل عليك فلوس، ياكل عليك حاجات طبعا تبقى عذاب يعني. والناجين من العلاقات النرجسيه سواء اهل، اصحاب، شريك حياه، بيعانوا من مشاكل الانسحاب زي المخدرات بالظبط، زي اعراض انسحاب المدمنين اللي بتوجع الجسم من كل حته وبتتمزق. هو ده العلاقه مع النرجسي لما بتنتهي، ايا كان شكل الانتهاء عامل ازاي، سواء موت او فقد او انفصال او اي كان الشيء بيحصل للناجي. اسمهم NPD سرفايفرز، موجوده الاكونتات دولت موفمنت. الناس كلها لازم توعي بعضها بوجود النرجسيين بالشكل ده، وطريقه تعاملهم مع الناس واذيتهم ليهم. ان دي طبعا ضحايا، ده الضحايا بجد. هو تاني اسوأ شخصيه بعد السوسيوباث او اللي هو المختل عقليا. ده بجد والله المصادر موجوده. اللي هو بيقتل ويسرق ويغتصب بدم بارد، ما عندوش جلد، ما عندوش ندم، ما بيحسش بالندم. النرجسي بيجي بعده على طول، تاني واحد على طول. يمكن في السوسيوباث والسايكوباث. يا رب اكون بترجم صح، لان انا باخد المصادر دي كلها وبترجمها. اتوقع انا مش هقدر اقول كله، بس دي معظم الحاجات اللي ممكن تساعد اي حد انه بيتفرج عليا وشايف الموضوع ده ويقدر ينقل الرساله بطريقه او باخرى، او يدي لحد اللينكات. اظن ممكن ننقذ حد او اتنين، فنقدر نساعد بعض. يعني الحلول كلها مش فعاله، هو ما بيتغيرش. الشخص اللي زي ده هو بيتساب لوحده في الاخر. هو في الاخر لازم يتساب لوحده، لان هو تلاعب بالبشر واستخدمهم كآلات. فده مصيره في النهايه، الوحده والكره من الناس وتجنبهم ليه. مفيش عقاب اكتر من كده طبعا. وهو برضه مش هيبقى حاسس ان هو عمل حاجه غلط خالص في الحياه. ولو في حد
قادر يبقى عنده وعي شويه، في ناس عندها وعي وقادر ان هو يفكر ويصحح، لازم يراجع نفسه، ولازم يبقى عنده الشجاعه انه ياخد المسؤوليه، اخطائه، كوارث اللي عملها عادي، بشر كلنا بنغلط، ويواجه ويعتذر، يحاول يتقرب ويعتذر للناس. و... وطبعا الناس اللي هي اتأذت دي كفايه اذى، ودول الناس دول حبايبي، الناس دول حبايبي، وانا ايه، وانا معاهم اهو. الفيديو عدى 10 دقايق، معلش بقى المره دي بس. خلاص ماشي، المصادر موجوده، الاكونتات موجوده. سلام عليكم.